نهار اسوخ يا نهار اسوخ. بصوا يا جماعه يا جماعه، في مشكله في المنتج ده كبيره. هو بيضحك ليه كده؟ هلو شاركس، انا شريف البغدادي. حاسس ان هو باد جاي في نفسه. احنا فاوندرز شغف. اسم الشركه صعب قوي. ابتدي بسؤال اكيد كلنا سالنا فين طعم وريحه الميه. ملهاش طعم وملهاش ريحه. ما تقوليش ان انت هتعمل ميه مركهه بنكهات. جربناها قبل كده في اللايف صح؟ وعشان كده في ناس كتير قوي واحنا كنا منهم ما بتحبش نشرب ميه، تحسها حاجه ممله جدا. هو فعلا في ناس ما بتشربش ميه عشان ملهاش طعم. ان الميه ليها فوائد كتير قوي لجسم الانسان. الميه بتساعد على طرد هي ملهاش فوائد بس يا استاذه، احنا مش هنعيش من غيرها. انا لما ببطل اشرب ميه يوم مثلا او اقلل شرب الميه، جسمي مش عارف اسمها ايه، بس بحس ان جسمي كده بحتاج ارطبه، يعني بحتاج ارطبه من الاخر. كله بيقول لي لازم اشرب 3 لتر ميه كل يوم. انا نفسي افهم مين اللي بيقول 3 لتر ميه في اليوم. انا لما بشرب نص كوبايه ميه بخش حمام كل شويه. المفروض تكون متقسمه على فترات على مدار اليوم انا مش عاجباني غير الازازه. غير اي اضافات. احنا لسه هنشرح لكم هي بتستخدم ازاي. مفيش ميه هتكون طلعت دلوقتي. مفيش حاجه طلعت. ايه ده؟ يعني انت ما كنتش بتشرب كل ده؟ ثواني كده. ان هي تكون بيور اتش يعني هي مش بتشرب دلوقتي؟ 2 او من غير اي اضافات. يعني ده مش بيشرب كده؟ احنا لسه هنشرح لكم هي بتستخدم ازاي. بص الرياكشن بتاعه. الرياكشن بتاعه كيوت قوي، اللي هو انتوا ما بتشربوش بتعملوا كده ليه؟ بس هو مبدئيا في حاجه غلط. هو المفروض ان المنتج يبقى سهل ان انا استخدمه من غير ما حضرتك تشرحي لي. يعني انا لو مكان حماده كنت برضه هعمل كده ولا ايه يا جماعه؟ بيفضلوا يشربوا مشروبات غازيه او عصاير، عشان كده ابتدينا شجر. شجب. طب كنت سامعها شغب. شجر هي ازازه ميه طعم وريحه، لسه الميه بيور 100%. يا جماعه هو ده ممكن يكون ليه علاقه او قريب لبرايم هي دي الريحه مش كده؟ بالظبط. في البوكس الاخضر اللي قدامكم نعمل ايه؟ وميه الفلتر اثرت معاك في ايه يا ايكون؟ او الميه المعدنيه اللي بتجيبها ب5 جنيه اثرت معاك في ايه؟ ده بره ده. مصري 100%. هاخد الكولا، ايه رايك بقى؟ كل حلو جدا. هو انا ليه حاسس ان انا نفسي اجرب المنتج ده مع انه ميه؟ لحد دلوقتي لسه مش فاهم المنتج عباره عن ايه، بس حاسس ان انا عايز اجرب المنتج ده قوي. يا رب بس ما يقول لي ان اسعاره زي اسعار برايم. البودز بتاعتنا معموله من اورجانيك اويلز والحاجات التانيه بتبقى فود انا جريد. مش فاهم المنتج والبنت مش عارفه تشرح ومحدش فاهم اي حاجه. اشرحي. اوكي، هو البود فيه خرم يمين شمال وتحت هنظبطها. طب ما انت تتكلمي عربي اهو بتقولي خرم يمين وشمال اهو. تاني حاجه ديزاين الازازه نفسه واخد عوده، فده بيخلينا نشرب منها وهي ستريت. كل ده عشان اشرب ميه؟ انا اشرب ميه عاديه بالفلتر عادي بكوبايه وبتاع وخلاص. طب ميه من الديسبنسر بتاع الثلاجه، ميه من اي حاجه. طب انا مش فاهم لحد دلوقتي ايه الفكره في المنتج. انا كل ما هشتري منكم ميه او الميه انتوا، انا هشتري منكم ميه ولا هشتري منكم البودز ديت وهشتري منكم الازازه ولازم اغير الازازه ولا لا؟ في حاجات كتير ولا الازازه دي بتشتري مره واحده؟ انا مش فاهم اي حاجه، فعايز افهم بجد. والبنت ما بتشرحش كويس. فيها خرمين. الخرم الصغير اللي فوق ده هو ده اللي بيطلع السمت واحنا بنشرب. اهم حاجه ما نسدوش واحنا بنشرب بشفتنا، فبنشرب كده هي بتشرب فيب دي ولا ايه؟ كده. بالظبط. والصوت اللي بيطلع ده بياكد ان احنا بنشرب صح. يا نهار اسوخ يا نهار اسوخ. بصوا يا جماعه يا جماعه، في مشكله في المنتج ده كبيره. انتوا عارفين الناس اللي هي بتشرب فيب ونفسها تبطل فيب، او الناس اللي ما بتشربش فيب وعايزه تجرب فيب، الموضوع ده بيشجعهم. موضوع ان انا اخليهم يعملوا صوت الفيب وانفخ وبتاع بقى في الميه، هيبقى في الفيب هيبقى بالنسبه له حاجه دماغه بيجيب منها دوبامين سريع. بجد الموضوع فيه مشكله كبيره. انا شايف فيه مشكله كبيره. الريحه هتخش في جنب البق مع الميه. الميه جنب بتخش. الميه ما بتخشش الميه خالص. انا عايز افهم المنتج وبعدين هشوف سعره اعمل كام، اشوف الويب سايت، بس عايز افهم المنتج. تفاح وتشرب ميه عاديه. مخ بني ادم دايما بيضحك عليه اول ما بيشم حاجه، صح. فبيتوهم ان هو ضايقها. بالظبط زي ما انت هيتوهم ان هو بيشرب فيب. طب ما وانا صغير لما كنت عايز اشرب سجاير ليه؟ عشان كنت بشوف الناس بتشرب سجاير. كنت وانا صغير بعمل ايه؟ كنت بعمل كده كأني بشرب سجاير، او انا ماشي في الشتاء اروح مطلع هوا بيطلع دخان كأني بشرب سجاير. ده وهمني ان انا عايز اشرب سجاير. انت كده بتوهمه ان هو يشرب فيب. ده الليفل التاني ده. خلت اذا الميه عدت من الازازه لحد جسمنا من غير ما تعدي على ولا حاجه خالص، ولا حتى البودز. الحمد لله يا جماعه، لا بشرب سجاير ولا بشرب اي حاجه. طب معلش عندي سؤال. طب ما هو الالكترولايتس مثلا نسخه من منتج امريكي اسمه ايرب. طيب تعالى هشوفه. عايز افهم المنتج بجد الاول ان انا مش فاهمه. وليها فليفر. ليه ما عملتوش الكترولايتس بدل بس الريحه؟ يا اسطى هي ازازه بيحط فيها البتاعه دي بتطلع ريحه كانها طعم في الميه بس. يعني ده المنتج بتاعهم ولازم. طب ايه لازمه الصوت اللي هو صوت الفيب اللي انا هسميه صوت الفيب بجد؟ ايه لازمه الصوت؟ اكتف بس علشان الالكترولايتس الجسم محتاج املاح والجسم محتاج ميه، فدي حاجه ودي حاجه تانية. طب ما تشرحي لنا يا استاذه، مش عارف اسم حضرتك، اشرحي لنا. احنا المفروض نشتري الازازه ديت كل ما نحب نشتري ميه، ولا بشتري الازازه دي مره وانا اللي بحط فيها الميه، ولا وانا بشتري بس منكم البودز؟
والله ما فاهم يعني انتوا المفروض بتبيعوا الازازه والبودز ولا لا؟ انا شايفاه بس جين زي برودكت قوي. انا مش عارف ايه لازمه المنتج لحد دلوقتي. خلينا نقول ان فعلا في ناس بتشتري ما بتحبش طعم الميه. طيب الناس دي هل ده انسب سوليوشن ليهم؟ طب ما هم عندهم هم في حاجات تانية. في ميه بروتين، في شركه اسمها نوتري فيتس اللي احنا عملنا عليها ريفيو ديت يا جماعه، عندها ميه بروتين، ميه عليها نكهات. بس اي ثينك ان هم مش عايزين يزودوا اي حاجه على الميه، هم هيزودوا ريحه بس. في سباركينج ووتر، في حاجات كتير. واللي انا فاهمه ان الفاليو بروبوزيشن بتاعهم ان هو الميه ما يبقاش فيها اي حاجه، بس مجرد ريحه عشان الناس اللي ما بتحبش طعم الميه. انا ما اعرفش طعم الميه، الميه مالهاش طعم ولا ليها ريحه ولا ليها اي حاجه، يعني دي حاجه لازم نشربها، لازم ميه عاديه. انا بحب الميه قوي بجد، ميه فلتر عادي يا جماعه. يعني الميه بورنج، يلا نزود حاجه على الميه، يلا نشرب الميه الميه بورينج، تعالوا نزود حاجه على الميه. ممكن نخش على الويب سايت شجب. حتى الاسم يعني الاسم بجد كرنج. مش عارف ليه الازازه بتاعتهم يا جماعه تفكرني بازازه المرقص. ما هي مرقص فعلا. ايه ده مرقص يستحي يبيع للمنتجات دي بالسعر ده. الازازه ب 1750 جنيه. طب الفليفر الثلاثه ب 360 جنيه. هو عامه مش محتاج انه يبقى سكام، ده مش سعر واحد. يعني ايه السعر ده؟ حتى الميه بقت للاغنياء يا جماعه. فلتر الميه بكام؟ ب 4000 جنيه. فلتر الميه ب 4000، 3 ونص يا عم اهو. في فلتر بورتبل اهو ب 2000 جنيه. ايه الاسعار دي يا جماعه؟ انتوا بتجيبوا الاسعار دي منين؟ وبعدين ايه الاسم الكرنج شجب؟ يعني معنى الاسم يعني اشرب لحد ما تسكر ولا مش عارف ايه. انتوا في ايه؟ ده الفلتر في ارخص من كده يا جماعه وجودته حلوه قوي. طيب خلينا نقول ان تقريبا يا جماعه فلتر بسيط ب 2000 جنيه وهتجيب اي فليفر لو انت عايز تشرب بفليفر يعني. بس ايا كان تقريبا انت بتشتري ازازه مره واحده. ماشي، اشتريت ازازه 1750 عشان اشغل الازازه انا محتاج 360 جنيه عشان املى يعني كل ما هتملى الازازه 3 مرات، الثلاث مرات بتاعت ملئه الازازه ب 360 جنيه. احنا غلبنا الاجنبي. تعالى كده نشوف الامريكان عاملينها ازاي. طبعا الويب سايت مفيش مقارنه طبعا. يعني ده ويب سايت يمكن على فكره الويب سايت مش وحش، الويب سايت مش وحش. بس بص لما تيجي تقارنه مثلا باير اب، بص الويب سايت يا جماعه. ويب سايت عالمي 35 يورو. بس 35 يورو في اوروبا بالنسبه لهم عادي يعني. بس ستيل 65 يورو يعني اولموست 2000 جنيه. بس anyways، بس بص هو قدموا اوبشن تاني، مقدمين اوبشن تاني يا جماعه ب 15 يورو. يعني في كذا اوبشن عندهم، مش اوبشن واحد. في حاجه غلط بجد. لو الناس اللي في شارك تانك دول الاونرز بيتفرجوا عليا دلوقتي، في احتمال كبير يتفرجوا، ممكن تفهمونا والله بجد، والله ما فاهمين يعني انتوا جايبين الاسعار دي منين؟ ليه ما تفكروش انك تقدموا اوبشن زي ده مثلا بسعر ارخص؟ بصوا انا كاتب ايه زيرو اب، طلع لي سكام. شوف بقى المنافس اللي هو الجامد بتاعهم اللي هو في امريكا. هنا واحد بيقول لك ان هو جرب المنتج الامريكي ده وما لقاش فيه طعم وحس ان هو سكام. بعد 6 شهور من استخدامه للمنتج، الازايز اصلا بتسرب ميه وما لهاش تغيير. ابوس ايديكم خلوا الاولاد تشرب ميه عادي، هي اصلا هياها بس اقل تكلفه. اير اب اللي هو المنتج المنافس الامريكي ده بيعمل لهم لونج تايم ادكشن للبودز. وده اللي انا بقوله، ان هو بيعمل ادكشن للفيبنج، بيعمل ادكشن للبودز. انت هتجرب بود بقى المره دي ميه، البود الجاي هيبقى فيب. الريفيو ده جامد يا جماعه. ان حتى الموضوع في امريكا، الناس الامريكان يعني اهو، يعني عشان بس ما يقولوش ان احنا الفقراء، احنا بتوع مصر وانتوا ايجيبت، حتى الامريكان نفسهم مش مقتنعين بيه. وبجد انت عارف حتى لو المنتج ده فعلا حلو، مشكلتي معاه ان هو هيربي للطفل اللي هيشربه او الانسان اللي هيشربه اللي هو ايه. انت دلوقتي بتشرب بود ميه، المره الجايه تشرب بود فيب. اتمنى ان الشاركس يتكلموا معاهم في النقطه اللي انا قلتها دي. وبالنسبه لي اهم نقطه بقى، فكك من المنتج نفسه، حوار الفيب والكلام ده. الشفطه الواحده بتطلع ميكس بين الميه، بس حضرتك بتشرب غلط. هي المفروض تبقى ما بنرفعش. يعني ايه بشرب غلط؟ يعني انا بقى يا ستي انا عايز اشرب كده، وبعدين عايز اشرب كده، وبعدين عايز اشرب كده، عايز اشرب كده براحتي، عايز اشرب. حتى الشرب صعبتوه علينا. انتوا بتبيعوا الازازه والبودز بالظبط. ممكن اعرف الاسعار؟ موست كومن باندل بتوع الازازه معاها 4 بودز ب 2000. مش حاجه 2000 جنيه ولا اي حاجه. اللي بننزل مدارس، فانتوا فعلا بتارجتوا هو انت حضرتك مهتمه هم بيتارجتوا مين، ومش مهتمه ان الاطفال دي ان احنا نعلمهم في دماغهم ان انت دلوقتي بتشرب بود ميه هتشرب بود فيب عادي. ان احنا اصلا بنقول لهم بنتحايل عليهم عشان يشربوا ميه. ده اصلا جريمه. احنا لازم نعلمهم ان الميه ديت حاجه اساسيه، مش حاجه بنتحايل عليهم ونقول لهم اشربوا فليفر نعناع حجر قص. doesn't make any sense حضرتك. الشباب الصغيرين والاطفال. احنا مش بنتارجت ايج جروب، احنا بنتارجت بسايكوجرافيكس. هي دي الكلمه الوحيده اللي قالتها صح، السايكوجرافيكس. هو حرفيا هتعتمد على الناس اللي هي ايه، انا مش بحب اشرب الميه. بيتحايلوا على دماغ الانسان حتى في شرب الميه. الستات الحوامل ليها ان هي تشرب اظن
كوفي فين قهوه على الريحه؟ طب ما قهوه واحده كفايه يا باين يعني. ما قهوه واحده كفايه. ده ايه اليوز كيس الجامده دي؟ ده ايه السولوشن الجامد ده؟ ايه يا مصريين؟ هند مش واخده بالها من اللي بتقولوا انه قالب فيما بعد بحاجه تانية. هي هم مش واخدين بالهم تقريبا. انا فهمت ليه هم جايبين هند الحلقه دي. انا فهمت ليه. وقال لك احنا بنحضر لكم مفاجاه، عشان كده هنعيد لكم حلقه الاسبوع اللي فات. العيال الصغيره يقعدوا يتنمروا على اللي بيشرب ميه في ازازه عاديه. والله حتى الميه هيبقى فيها طبقات. ما زال جماعه زي تتجمع مدينتي. لا دول مش زي تتجمع مدينتي. دول عدوا الموضوع. دول مش ايجيبت، دول امريكانز. تارجت برضو الحته اللي هو الهيلث كونشس. انا بجد هتضايق والله يا جماعه، بجد انا هتضايق لو مفيش ولا شارك اتكلم معاهم وقال لهم هل الموضوع ده هيسبب مشاكل للاطفال وان هو ممكن يوديهم لحته الفيب ولا لا. فكك من المشكله، فكك من المنتج. احنا كل المنتج اصلا في امريكا الناس بتشتمه. عندي مشكله في السايكولوجي اللي هتتبنى للطفل. يا عم انا بشوف واحد كان بيبطل سجاير، لما بيشوف حد بيشرب سجاير بيرجع. فتخيل الطفل بيشد ميه، لما يشوف حد بيشد فيب هيقلده. صح ولا غلط؟ ممكن اكون زهقانه من الميه دلوقتي عايزه اشرب ليمون، فبشرب برضو بحط البود وبحط ليمون. والبود بيعيش قد ايه؟ طب ثواني بقى، الشيشه شربت فيها كذا طعم بتكرف والله. الازازه دي هتكرف ولا لا؟ انا مش عارف بقول ايه. والله ما عارف انا بقول ايه بجد. الراجل ده موجود بره ولا ده اختراع؟ لا موجود في شركه واحده بره. اللي هي اكبر شركه في الموضوع ده والناس بتشتمها. اكتر حاجه فعلا تقدر تحس فيها شويه هما شافوا المنتج ده في امريكا وقال لك ده مش عندنا في مصر، تعالى هعمله في مصر. طيب حضرتك لما شفته في امريكا ليه ما دخلتش بس؟ انا والله ما خدت 5 دقايق. ليه ما دخلتش مثلا على الريفيوز بتاعته؟ ليه ما عملتش بروتوتايبنج او ليه ما عملتش سيرفي؟ ليه ما فكرتش فيها من انا برضو ما خدتش 5 دقايق وما فكرتش غير في الفيب. اكيد انت فكرت، فاهم يعني. احنا نفس البلد يعني. احنا مصريين يا مصريين. مره كنت بتفرج على شارك تانك امريكا وشفت الشاركس بيتخانقوا على منتج لسان السكاكين. انا قلت، وانا بالنسبه لي موضوع سن السكاكين ده جامد قوي. اللي هو بيوصلوا بيروحوا للشخص بيته ويشتروا وياخدوا منه السكينه يسنوها ويرجعوها له تاني يوم. قلت لنفسي كده خلاص انا عامل المنتج ده في مصر. المنتج ده مش موجود في مصر، اتاكدت انه مش موجود في مصر. اول حاجه عملتها رحت عملت سيرفي، رحت سالت الناس قلت لهم يا جماعه انتوا بتعملوا ايه عشان تسنوا السكاكين؟ في اللي بيقول لي ان بنستنى العيد الكبير عشان نسن السكاكين، وفي اللي كان بيقول لي انا بسنها في البيت، وفي اللي كان بيقول لي ان انا بجيب البتاع اللي بتسن، وفي اللي كان بيقول لي في واحده حرفيا قالت لي انا بتسن السكينه في المج، ما اعرفش ازاي. المهم انا لو كنت عملت المنتج ده في مصر انا كنت هسرفايف. فهم حرفيا عملوا كده. هم ايه ده؟ دي شركه جديده محدش عارف ايه دي، محدش عامل زيها، انا هروح اعمل زيها في مصر. هم عملوا كده كوبي بيست مع حتى الشركه اللي هي مقلدينها هم عاملين الموضوع غلط. احنا ابتدينا في مارس 2025. القهوة طبعا. القهوه مختلفه. انا شايفة انه اتس كول بس نيش. والله انا اسف بجد لو انتوا بتتفرجوا عليا اللي هم الشباب اصحاب المنتج ده. انا اسف والله بجد. انا والله ما في حاجه اي شخصيه بيني وبينكم وبحبكم جدا واتمنى لكم كل خير، بس انا بتكلم بجد المنتج ده فيه مشكله كبيره. بتاعتنا ان احنا عايزين نطلع بره حكايه ان هي اتس ترند، فاحنا بتوع زي السنتر بس. انت مش مهتم المنتج ده هو فعلا بيفيد المجتمع ولا لا؟ هو ترند. We want to have a lifestyle brand بتخدم اي حد عايز يشرب ميه، whether cups whether ترمس. المشكله ان هو بيتكلم ومصدق ان الموضوع ده بيحل حاجه، مصدق بقضيه وبيحلها الولاد الصغيره اللي ما بتحبش الميه. انا هتحايل عليهم. عندي سؤال، لو انت ما عملتش المنتج ده، لو ما فيش اير اب وما فيش تشاج اب، يعني حتى الاسم كليشيه. anyways لو ما فيش الكلام ده، هل الولاد دول خلاص مش هيشربوا ميه؟ ما هيشربوا ميه اجباري. انت ليه بتسهلها عليهم؟ خليهم يشربوا ميه. ممكن هم الميه والله بجد يعني ما فيهاش اي مشكله يعني. البلاستيك ده فيه بقى البي بي ايز وكل الكلام ده ايه؟ بلاستيك سترايتن البلاستيك في العموم بيضر الراجل على المدى الطويل. مش بوليكربونات مش بي لازم مستورده دلوقتي الازازه بيستوردوها. طيب هل بتسرب زي الرول موديل بتاعكم؟ هي جزء من البودز هي كاش كاو بتاعنا ان احنا عندنا ريتيرن كاستمر 23%. وعندهم 23% من الناس يرجعوا يشتروا منهم. ممكن نجيبهم تاني بان احنا فليفرز رمضان. واعمل لي باشن فروت، انا عايزك تعمل لي كابتشينو، انا عايزك تعمل لي تفاحتين، عايزك تعمل لي حجر قص. طبعا في ناس ممكن تقول عليا رجعي، بس انا والله ما عندي مشكله لو الموضوع النكهات ده حتى للناس اللي بتحب الميه عادي. انا عندي مشكله اخلاقيا انا بربي للطفل ان البود ده هتسحب منه تشد منه الميه، ممكن تشد من البود التاني فيب، بتدرب عقله ان الموضوع عادي. انا هكتفي الصراحه برد الراجل ده. create a long time addiction to their buds. ممكن نشد بيها ناس عشان نقدر نكمل.
نفسي يسالوهم الانجريدينتس. هو على فكره في الاول قالوا انجريدينتس فيها اويلز وبتاع. طب هتعمل لي ادمان ولا لا؟ يعني حتى البودز نفسها دي ممكن تعمل لي ادمان. انا كنت عايز اقول لك انه بيشفط زي ما بيشرب عصير بشفاطه، لكن البودز نفسها هي اللي ممكن تكون مضره مش معنى الفكره ان احنا الاثنين ما بنحبش نشرب ميه خالص. عشان ما مش معموله قبل كده، ما عندهمش منافسين. انا بقيت باخدها معايا الشغل وبشرب اكتر. 10 شهور 2 مليون 600 وعملوا 2 مليون 600 قيمين الشركه ب 15 مليون جنيه. مارجنز بلس 79 نت 20%. ارقام حلوه قوي بجد على فكره. كلفه النيو فليفر قد ايه؟ 16 ل 17 جنيه. الفليفر بيكلفوا 16 17 جنيه. التكلفه بتاعت الثلاثه دول ما جابتش 60 جنيه حتى، وبيبيعها ب 360. هو جايب بزنس ديفلوبرز عشان يقلدوا اير اب، اللي هي دي يا جماعه، اللي هي اسمها سترو. كده الكلام ده لازم تبقى يعني تقوله لنا. اول مره اشوف احمد طارق بيقول له وضح لي اكتر من الاخر. يعني بيقول له كده ان مشكله المنتج ده ايه؟ ان هو بيخدع دماغ الانسان. طب في اوفر؟ انا اوت. انا بردك اوت. طب ممكن تقولوا اوت ليه؟ الواحد ونص اللي انتوا طالبينه فور 20%. والبيج دريم ايه في المشروع ده؟ على فكره يا جماعه، احمد طارق في البتشايه دي هو مش مهتم. كده معناه ان هو مش مهتم. البيج دريم ايه؟ انا اشرح لي اكتر. هو مش مهتم. هو لو مهتم هيبدا يحط اسئله كبيره. البرودكت بتاعتها موجوده جنب اكبر براند. طب ما ده اي حلم لاي حد هو يشتغل على شركه. ده بيكون بالنسبه لنا سنه ونص ان سنتين. شاء الله. وسنه ونص هيحققوا. واو. انا ما اكذبش عليك، هل انت عندك الاساسيات ان انت البيج دريم ده تحققه؟ ايه رب مش واخده بيتنسي؟ اذا كان المنافس هو واخد التكنولوجي دي حاجه حصريه ليه، واخد عليها براءه اختراع، يعني هما بيدوا له نسبه كده، واخدين رخص من اير اب، ده احنا بنخش مع بعض، ايه رايك في الموضوع ده؟ انا مقتنع بيهم، لسه مش مقتنع بالبرودكت قوي. واخدين براءه الاختراع ديت في اوروبا وامريكا بس. اوكي، انت ازاي هتطلعوا بقى بره وفي اير اب واخدين البيتنسي على الموضوع؟ 1.5 ل 20% برضه. ما سالوش على موضوع الباد وازاي ان هو بيخدع الدماغ. ده ممكن يودي دماغ الاطفال لحته الفيب. البتاع ده فيه ادمان ولا لا؟ اذا كان اير اب البادز بتاعتها بتعمل ادمان. في ايطاليا اير اب كانت ترند وما كملتش. ما البتاع ده هيبقى ترند في مصر بعد الحلقه دي، هيبقى ترند وهياخد له اسبوعين كده وخلاص، كل واحد هينساه. اللي انتوا عايزينه والله يا رب، يعني بجد كله هيفيدكم. فعلا ما سالوش عن اي حاجه. هو شويه ارقام كده قالوها، ارقام حتى ما سالوش ان ديتيلز والحاجات ديت. هم تقريبا بيسالوا على قد الشركه. حتى موضوع الفليفرز، انا بقيتش يعني الشاي يا جماعه. انا جيت فتره عليا ما بشربش غير شاي بنكهات، لدرجه ان انا بقيت فين يا جماعه ايام الشاي العادي، وبقيت دلوقتي ما بشربش غير الشاي العادي، بس برجع برضو للنكهات. بس على الاقل اختراع النكهات ده عادي يعني، فاهم؟ في الشاي ده، في الشاي يعني مش ميه. غير زعل، هل ممكن ناخد اوفر استاذ عبد الله سلام؟ طبعا. بدايه غير موفقه تماما للحلقه. انا هقوم اعمل شاي بنكهه وارجع تاني بسرعه.